بيقول لك الجنس البشري ده هينقرض قريب. ده الحوار الجديد ده. على ايد الديناصورات اللي بيعملوها صناعيا دي يا عم. بس يا اسطى ده بيقول لك يعني لسه بدري قوي في المستقبل. يا عم انا بدري ولا حاجه والله، دي على 2030 يعني، ربنا يستر علينا. بصوا مبدئيا كده يعني انا ضد فكره التعميم، وان احنا نقعد نقول ان العرب كلهم كذا والمصريين كلهم كذا ومش عارف ايه. بس احنا بجد بقى الهري والفتي عندنا اوفر جدا، بقينا كلنا بجد يعني بنفتي وبنفتي الا من رحم ربي يعني. الطبيعي ان الناس لما بتخش نقاش بقى في فترتين، فتره ان انا بسمع الراجل اللي بيتكلم ده، الفتره الثانيه انا ببدي رايي على اللي هو قاله. دلوقتي بقى في مصر والوطن العربي بقى في حاجات تانية خالص. فترتين، فتره ان انا بالف الفتي، وفتره ان انا بقول الفتي اللي انا الفته. حد مثلا بقى يجي دلوقتي يبدا معاك كلام، المفروض انت تبقى قاعد تسمع له. لا دلوقتي ما نسمع له بس، انت بتبقى قاعد مديله وشك عامل كده وخلاص، وعمال تفكر هو انا بقى هفتي ازاي عليه، ازاي اشوف حوار يقدر ارد بيه على الكلام اللي هو بيقوله ده، واتكلم ولا اسكت. بس انا لو سكت يعني هيقولوا عليا جاهل ومش مثقف. لا يا عم لا، انا افتي احسن. ده كله بيحصل بقى وانت قاعد كده كل اللي في دماغك ان انت بتفكر تفتي عليه ازاي، وقاعد كده مديله سيريس لوك جميله، عمال تقول له تمام. مفيش مانع لو طول شويه تقعد تغير له اللوك دي شويه، تبقى شويه منبهر شويه سعيد. بس عامه يعني بيطلع اللوك اللي انت واخده ده اصلا مش لوش دعوه بالكلام. تقعد بقى تلاقي المواضيع عماله تتفتح وتكتر وتزيد. ليه بقى كل دوت؟ بسبب الفتي اللي انت فاتته. ما انت عايز فاتيه تداري بيها الفاتيه اللي انت اصلا فاتتها. فبتقعد تفكر في الاخر تخرج ولا انت استفدت ولا انت في التاني. حتى احنا بقينا نفتي في كل حاجه نعرفها او ما نعرفهاش عادي يعني، دين، سياسه، علم، كوره، فن، اقتصاد، اي حاجه بقينا نفتي فيها. بقينا نخاف اصلا نقول كلمه انا ما اعرفش او اسال حد تاني. بقينا خايفين نتقال علينا جهله، او اللي بنتكلم معاه دوت يتنطط علينا. وده بيحصل فعلا. يعني انت مثلا لو عارف حاجه وتيجي تقول لواحد هو انت مش عارف ده، يقول لك لا والله ما اعرفش. تلاقيك بقى قمت مغص كده ضحك له ضحكه سخريه كده، تقول له انت ازاي ما تعرفوش؟ طول ما انت قاعد عمال تحط في تواريخ في نص الكلام، وتقعد تقول له ناس وهو ما يعرفهاش، وانت برضو هو ما يعرفش فاكيد مش هيسالك فيها، عشان تقدر طول الوقت تقعد تحسسه قد ايه انت عظيم وجامد وانت عارف وهو مش عارف، تحسسه ان هو ضئيل ومش مثقف وكده. مفيش مانع برضو كل مره يقول لك واحد فيها ما اعرفش، تقول له ايه يا عم ده انت ما بتقراش ادب، شكلك هتتعبني معاك، شكلك غبي. بيحصل. فطبيعي جدا ان انا لما اي حد يسالني اي حاجه افتي او اقول اي حاجه، عشان ما اقدرش اقول له لا ما اعرفش، عشان هيقعد يقول لي برضو انت غبي وما بتفهمش. عارف بخ؟ مش ده كاتب باين؟ كاتب يا ابني ده موسيقار. اوبا طلعت اوت مني دي. طب اغطي عليها ازاي؟ سوري اصل انا كنت لسه بقرا كتاب من حبه واسمه شبه اسمه بالظبط. ايه ده شكله بيقرا يا عم ومثقف، مش عارف افتي عليه. طب الم الموضوع ازاي؟ بص عامة يعني باخ دوت موسيقار عالمي وبيعمل مقطوعات فظيعة جدا. تحول بقى الحوار لمين عارف حاجات اكتر. عارف البعد الرابع؟ طب انت بقى عارف نظرية الاوتار؟ طب انت عارف الثقب الاسود؟ طب انت عارف اقليدس؟ عارف دافنشي؟ طب عارف احمد مراد؟ طب عارف الهيمالايا؟ عارف التضخم الاقتصادي؟ طب انت بقى عارف خريطة العالم؟ وتقعد بقى اول ما تتزنق تدي اي مثال وهم يجي في دماغك. افتي بقى. عارف البطاطسايه بس المسلوقه، مش مسلوقه قوي يعني. طب هقول لك، عارف البيض المقلي اومليت؟ طب بص انا هبسطها لك. انت عندك بقره وانا عندي اللبن، او انت عندك لبن وانا عندي بقره، مش فارقه يعني، مش دي البوينت. عارف التليفون مش بنتكلم فيه صح؟ اعمل لي بوم. بس بقى يا سيدي عشان كده بقى في جاذبيه ونيوتن اخترعها الحمد لله.
اي حاجه تنفع بقى، تبدا بقى تحط من خيالك الواسع زي ما انت عايز، مفيش مانع يعني. لو قمت ايه حاطط لك كام كلمه انجلش كده قوي فكره الفتي اللي عندك، تقعد تقول له مثلا جلوباليزيشن، جنراليزيشن، اوفر بوبيوليشن، اي حاجه، مفيش مانع برضو اختصارات، تقعد له دبليو تي اف، اس تي 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 بي، اف اتش، اي حاجه مش مهم. وفي الاخر بتحصل نفس المصيبه اللي انا قلت عليها قبل كده، فتي فتي فتي، ولا نخرج مستفيد ولا انت تخرج مستفيد. استفدنا ايه؟ اخر حاجه هنتكلم عليها بقى هي ادوات الفتي. اول حاجه بقى اللي هو الناس اللي بتقعد تقول لك قالوا لي وهيقولوا وبيقولوا وقال لك، ديت موجوده كده من زمان. ناس كده قاعده ما بيعملوش اي حاجه غير ان هم يقولوا، بيدعموا الفتي. هم اللي وصفوا لام كلثوم الصبر، وهم اللي قالوا لصباح تتوب، وهم اللي ندهوا للمنير من بعيد. تاني حاجه بقى اللي هو يقول لك انا قريت مش عارف فين، انا سمعت مش عارف ايه ده فين. اول ما تسمع الكلمتين دول تعرف على طول ان ده فتي، فتقوم على طول سادد ودانك. زي كده اما تسمع واحد يقول لك انا قريت في مجله الهوليوجوس ان القمر هيقع على الارض ويصطدم بيها ساعه اصطفاف النجوم كده في البعد الكوني، وده كله مرتبط بالاقتصاد وارتفاع سعر الدولار. يبقى في كده تاريخ كده وكلام فصحى عشان يعني تبرهن كلامك، امال هتسيبه كده؟ تالت حاجه والاخيره اللي هي الناس تقول لك فيما معناه، ودي يعني بتبقى اكتريتها مختصه بالفتي الديني. الناس ديت برضو لازم تسد ودانك منهم، لان هو يعني بيقول حاجات غريبه. لا اما ممكن تحرجه وتقول له مثلا ممكن تقول لي السند كامل، ممكن تقول لي النص ده كامل. سلام. نعم. اقول المسج. لا مش ما عنديش مسج، مش جاي اقول مسج، انا جاي اسف بس. يعني ايه جاي صفر؟ بس لازم يبقى في مسج. لا مفيش مسج، مش هقول انا المسج. البوليس بتاعت فيجن وحضرتك موافق عليها. بعد اللي حصل ده طبعا يا ريت اقول المسج، يا ريت يا جماعه نحاول نتعلم نبطل فتي، لان مش عيب احنا ما نعرفش حاجه، العيب ان انت تدي مساحه من تفكيرك لاي كلام وخلاص. فاي حد بتتكلم معاه ما تقعدش تفتي عليه وتتوهوا بعض، لا اسمع كويس كمان، واساله في كل حاجه انت مش فاهمها. ساعتها بقى هيبان هو بيفتي فعلا ولا كلامه ده كويس، هينفعك ويديك ثقافه ولا هو بيفتي عليك وراجل هلاس. وانا بحذر اهو، ما تنسوش، انا بقول لك اهو بحذرك، احذروا الاصطفاف الثنائي لعقارب الساعه المحوريه. الوقت ده الدنيا كلها هتتقلب حرفيا. يلا مع السلامه. صفون الصبر لقيته